لو عندك علبة معجون أسنان فاضية بجد طلعت اختراع، اوعي ترميه في الزبالة. تعالي هقولك هتعملي بيه أكتر 4 مشاكل بتواجهك. يلا بقى، لو أول مرة تشوفي قناتي حطي اللايك والاشتراك وتشرفيني في قناتي علشان تشوفي كل جديد وأفكار جديدة، وهقولك على مشاكل كتيرة بتحصل معانا بجد هيحلها لك معجون الأسنان ده. هتندمي لو رميتيه في الزبالة قبل ما تشوفي الفيديو ده. يلا بقى قوليلي بتتابعيني من أي بلد، وصلوا على النبي في الكومنتات علشان كلنا نكسب حسنات. وهقولك دلوقتي هنعمل بايه علبة المعجون الأسنان الفاضية دي، وهتفيدنا في ايه. أفكار كتيرة جدا هتعمليها بسبب علبة معجون الأسنان الفاضية دي. أول قطعة معايا دي أنا مش عايزاها خالص، مش هستخدمها، دي الوحيدة اللي أنا هستغنى عنها. تمام، هجيب بقى القطعة اللي بعديها وهوريكي قد ايه انت كنتي هتندمي لو كنتي رميتيها. هجيب المقص كده وافتحها بس نصين. تمام كده زي ما هتشوفي. شفتي بقى جواها ايه؟ بصي جواها ايه. جواها لسه معجون اسنان، طبعا احنا كنا هنرميه. هستخدمه معاكي دلوقتي في الحنفيات. الحنفيات اللي عندك بيبقى عليها تكلسات بالمنظر ده زي ما انت شايفة. هوريكي دلوقتي قد ايه قطعة معجون الاسنان الصغيرة دي قضتني على كل التكلسات والحاجات اللي موجودة في المية، الترسبات اللي بتيجي على الحنفيات زي ما انت شايفة. بقطعة صغيرة كنت هترميها في الزبالة هتنضف لك على الحنفيات كلها، سواء المطبخ سواء الدش الحمام. اي حنفيات عندك استخدميها بالطريقة دي بدون اي اضافات. هتجيبي القطعة من معجون الاسنان وبعد كده هتلف فيها على الحنفية بالشكل اللي انت شفتيه دي، وهتبدأي ان انت تغسليه بالمنظر ده. هوريكي اللمعة اللي بقت دلوقتي. بصي حتى الحتة اللي ورا دي انا لسه ما غسلتهاش، همسحها بصبعي دلوقتي وهوريكي قد ايه ادت للحنفية لمعة كأني لسه شارياها ونضفتها خالص. انا ما عملتش الجزء اللي هناك ده. بصي الجزء ده من الجزء ده بجد ده انضف من ده بكتير. بحتة صغيرة من معجون الاسنان ادتني اللمعة بالمنظر ده. بصي كمان الحتة اللي ورا دي، بصي شايفة. بصي عملتها بصبعي كده بس. بصي شايفة قد ايه اللمعة اللي فيها. كنتي هترميه في الزبالة رجعلك الحنفيات جديدة تاني. دي اول فكرة معايا بقطعة صغيرة من معجون الاسنان. هوريكي باقي القطع هنستخدمها في ايه. يلا بينا ندخل على القطعة التانية من معجون الاسنان. هجيبه برضو وهبتدي ان انا افتحه بالمقص زي ما انت شايفة كده، وهوريكي برضو ان لسه في شوية من معجون الاسنان. الشوية دول برضو هيقضولي على التكلسات او الشبورة اللي بتبقى موجودة على المرايات. هيلمع المرايات كأنك برضو لسه شارياها. حتى لو انت خدتي دش في الحمام بمية سخنة طبعا بيجي شبورة على المرايات. بعد ما بتخلصي الدش لو عايزة تبصي في المراية بتلاقي عليها شبورة من كتر المية السخنة اللي كانت موجودة في الحمام. معجون الأسنان دي لما تغسلي بيه المراية هيقضلك على الشبورة دي، هيعملك زي عازل. الشبورة دي مش هتلاقيها تاني على المراية. انا خلاص وزعت كل معجون الأسنان كله على المراية كلها. جبت كده اسبونشة مندية شوية من المية وابتديت ان انا اوزع معجون الاسنان على كل المراية بالشكل اللي انت شايفاه ده. وزعته كله. هوريكي دلوقتي قبل ما اغسلها حتى بصبعي كده هبتدي ان انا امسح شوية، وهوريكي اللمعة اللي موجودة جواه قبل ما امسحها. اهو شايفة. بصي حلو جدا، استخدميه بالطريقة دي على المرايات سواء المراية بتاعة الحمام او التسريحة. هيلمعها لك وهينضفها كويس جدا. شلت بقى معجون الاسنان خلاص ونضفتها كويس جدا، وده شكلها بعد ما نطفت. بصي اللمعة، هوريكي حتى اللمعة فوق. بصي شايفة اللمعة فوق عاملة ازاي. جربيها على كل المرايات اللي عندك بالطريقة دي وهتعجبك الفكرة بجد. هيقدلك على اي حاجة موجودة على المرايات. يلا بينا نشوف القطعة التالتة هنعمل بيها ايه من معجون الاسنان. برضو هقطعها كده بالمقص علشان اطلع كل المعجون اللي موجود جوه القطعة بتاعت المعجون دي. القطعة البلاستيك دي بيكون جواها معجون زي ما انت شايفة كده. فالقطعة دي هجيب طبق كده وهتجيبي كل الفضة اللي عندك. بجد هيلمع لك الفضة. هو بجد امتياز في التنظيف، امتياز في التلميع، حلو جدا. لمع لي الحنفيات والمراية. ودي تالت خطوة معانا
الفضة هيلمعها لك دلوقتي. انت شايفة الفضة السلسلة دي مطفية خالص ازاي، والخاتم كمان. هتجيبي طبق وهبتدي ان انا احط جواه القطعة بتاعة معجون الاسنان دي، وبعد كده هجيب الفضة، سلسلة او خاتم او اي فضة عندك حطيها بالشكل ده، وبعد كده هتجيبي شوية من الخل وهتبتدي ان انت تنزلي عليهم، وهتسيبيها لمدة ربع ساعة او نص ساعة في المحلول ده. وبعد كده هترجعي بقى. انا بس هغطسها شوية كده مع معجون الاسنان علشان انزل كل المعجون اللي موجود في القطعة دي مع الخل والفضة زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة ان انت تغطيها بالخل علشان تلمعها وترجعها كأنك لسه شارياها. هسيبه بقى على جنب دلوقتي لغاية ما نعمل اخر خطوة معانا ونرجع لها، وهنشوفها هي فعلا شالت الاتساخات اللي موجودة في الفضة والاماكن الضيقة اللي ايدينا ما بتوصلهاش في التنظيف بالشكل ده كده. يلا بينا بقى على اخر قطعة. هفتحها معاكم كده هطلع منها كده كل المعجون بصبعي كده اهي. هوريكي ان هي برضو لسه فيها معجون اسنان. هتجيبي بقى ليمونة وهبدأ احط الحتة اللي انا طلعتها من معجون الاسنان دي. هوريكي هنستخدمها في ايه. هي ليها استخدامين بس انا هقولك على استخدام دلوقتي قدامك، والاستخدام التاني هقولك عليه كده ان انت ممكن تحطي الليمونة دي في الغسالة بدل دورة الخل. دي ليها بديل، انك تحطي معجون الاسنان على الليمونة وتحطيه في الغسالة. هيشيلك كل الاتربة اللي موجودة على جناب الحلة بتاعة الغسالة، وهيدلك عليها كأنك عملتي دورة خل بالظبط واحسن كمان. والفكرة بقى اللي انا عملتها معاكم ان انتي هتروحي على الحوض كده، طبعا من المية والمواعين والكلام ده كله بيسيب اتساخات على الحوض بتاعنا. هتبتدي ان انتي تجيبي كده معجون الاسنان بالليمونة وتبدأي ان انتي تمسحي كده الحوض كويس جدا من الجناب والصفاية وتمسحيه كويس جدا. هتلاقيه قضالك على كل الاتساخات اللي موجودة في الحوض ورجعهولك كأنه جديد تاني. بجد حلو جدا. لمعلي الحوض زي ما انت شايفة كده اهو. هبتدي ان انا اشطفه معاكم بالشكل ده، وهوريكي دلوقتي قد ايه الحوض لمع معايا وبقى حلو جدا كأني برضو لسه شاريه حالا. زي ما قلتلك معجون الاسنان بدل ما كنت هترميه في الزبالة اضولي على كل الاتساخات اللي موجودة نضفتي بيه. ممكن كمان تحطي على الليمونة دي معجون الاسنان وتبدأي ان انت تمسحي الاستانلس بتاع البوتاجاز هينضفه جدا، وكمان المفاتيح بتاعة البوتاجاز. كل دي افكار هتعمليها بالليمونة وحتة معجون الاسنان اللي احنا حطيناها على الليمونة، وتبدأي تعملي كل الافكار دي. هيلمع لك الحوض، وزي ما قلت لك الستانلس بتاع البوتاجاز، مفاتيح، اي حاجة هينضفها معاكي. هو بجد جبار في التنظيف، حلو قوي. وده شكل الحوض بعد ما نضفته ومسحته. بصي شكله واللمعة اللي فيه. يلا بقى نشوف الفضة معانا بقت شكلها عاملة ازاي بعد ما نقعناها في المحلول اللي حطيناه فيه اللي هو الخل والمعجون. بجد الفضة رجعت اهي جديدة برضو. شايفة اللمعة اللي بقت في الخاتم ولا السلسلة؟ انا بس هأكد على حاجة اخيرة. ممكن بفرشة الاسنان او اسبونشة اللي هي بيكون فيها السلك دي تبدأي ان انت تمسحي كده بس السلسلة كويس جدا، علشان لو الحروف دي بيكون فيها اتساخات تبتدي ان انت تشيليها وتلمعيها كويس بحتة سلكة او اسبونشة تكون ناعمة شوية زي ما انت شايفة. غسلتها هي كويس جدا بالاسبونشة دي، وكمان جبت القطعة بتاعة معجون الاسنان دي وابتديت ان انا ارجع امشي عليهم تاني بالشكل ده علشان يدي لمعة اكتر زي ما هتشوف دلوقتي معايا. وده شكل الخاتم برضو بعد ما نقعته في المحلول ونضفته اهو. بصي خدت حتة كمان ونضفتها بالشكل ده، مشيت عليها برضو علشان اقضي على اي اتساخات موجودة في الفضة. لو عجبتك الافكار بقى ما تنسونيش في اللايك وتدعموني علشان الفيديو يترفع. من معجون الاسنان اللي كنا هنرميه في الزبالة عملنا منه افكار تفيدنا في بيتنا وفي مطبخنا، واستعملته في التنظيف بكل سهولة. افكار كتير هنعملها مع بعض. ياريت تحطي الاشتراك وتشيري الفيديو علشان كل حبايبك يستفيدوا وما يرموش معجون الاسنان بعد ما يفضى بالشكل اللي انت شايفاه ده. اخر حاجة بوريك اللمعة اللي موجودة في السلسلة بالشكل ده، والخاتم كمان بجد اللمعة بتاعته روعة. رجعت كأني لسه شارياهم دلوقتي.
خلاص كده قلتلك الافكار كلها. هقفل بقى الفيديو على صورة الحوض من انبوبة معجون الاسنان اللي كانت فاضية. يلا بقى، هتوحشوني جدا. يا ريت لو استفدتي حتى من الفيديو وصلت معايا لغاية هنا، متنسيش تدوسي اللايك وتدعميني وصلوا على النبي في الكومنتات علشان كلنا نكسب حسنات. والسلام عليكم.